السلام عليكم. هنتكلم بقى النهارده على او في الفيديو ده على الشحنات. ده حلو قوي، موضوع حلو. هو في الاساس اساسا انا عندي شحنات موجبه وعندي شحنات سالبه وعندي متعادله. الشعر بيحمل شحنه سالبه، الشعر شحنته الاساسيه هو سالبه. طب ليه الشعر شحنته الاساسيه سالبه؟ لان تركيبه الشعر هو عباره عن كيراتين. الكيراتين ده هو مجموعة من البروتينات الأحماض أمينية من الجلوتاميك والأسبارتيك والسيستين واللايسين والأرجينين. الأحماض زي الجلوتاميك والأسبارتيك دي فيها مجموعة اسمها مجموعة الكربوكسي جروب. تمام؟ لما بنيجي نغسل الشعراية أو نحطها في وسط مائي أو قاعدي أثناء الغسيل، الهيدروجين دي بتفقد فبتبقى COO، والمجموعة دي هي اللي بتحمل الشحنة السالبة. فبالتالي الشعر أساسا بيحمل شحنة سالبة بسهولة ساعة الغسيل أو إن أنا أجرده من الهيدروجين بتاعته دي، فبيبقى شحنة سالبة، فهو ميال أكتر للسالبية عن أي حاجة. فبيحصل حاجة اسمها التفاعل الهيدروستاتيكي، اللي هو يحصل إيه بقى؟ هيشان في الشعراية، تشابك للشعراية، يعني شعراية مش حلوة معنى صح، يعني ناشفة كده. طب بيحصل الهيشان ده ايه اللي بيزود؟ يعني ايه اللي يخلي الشعرايه السي او اللي احنا قلنا عليها دي، المجموعه السي او اتش جروب دي تفقد وتبقى سي او كده سالب ومجرده كده؟ بيحصل نتيجه الغسيل بالشامبو القلوي، بيفتح الكيوتيكل زي ما احنا قلنا قبل كده، وبيخلي المجموعه الحامضيه في الكيراتين تتأين وتحول لسالب. تاني حاجه الاحتكاك او بنسميه التمشيط الجاف، ان انا اسرح شعري كده فبيولد كهرباء ساكنه فبيزود الشحنه السالبه. عشان كده دايما يقول لك ايه، سرحوا بمشط خشب وحاجات كده. يعني الهواء الجاف او قله الترطيب برضو بيزود الشحنه السالبه. وهنا بيجي دور المواد الموجبه او اللي هي الكاتايونيك اللي احنا بنستخدمها مثلا في البلسم، زي الBTMS مثلا، زي السترامونيوم كلورايد، زي مثلا البولي كواترنيوم 7 او كل مجموعاتها دي بتحمل شحنه موجبه. فبتيجي الشحنه الموجبه مع الشحنه السالبه وبيحصل لي تعادل، الشحنه السالبه اللي على الشعر والشحنه الموجبه اللي عندي، وبيحصل ايه؟ حمية التعادل. فلما بيحصل التعادل يعني الشعر هو عليه سالب والمجموعة اللي انا الكاتايونيك عليها موجب، فبيحصل لي ان يحصل ايه؟ بيحصل ان بيقلل التنافر اللي بين الشعراية، التنافر اللي موجود. الكيوتيكل بتغلق، تتقفل، الشعر يبقى ناعم ولامع. خلاص؟ طيب خلاصة الفكرة ايه من كل الكلام ده واللي احنا نستفيد منه ايه؟ ان انا الشعر قبل الغسيل بيكون في الحالة دي متعادل، طبيعته موجب وسالب. في حالة الشامبو الشعر ده بيكون سالب، وعشان كده بيظهر شامبوهات زي اللي هي بيقولك تكون الشحنات بتاعتها موجبة او متعادلة، علشان بس ما يكونش تنظيفها كويس. ولكن الناس بتستخدمها بالذات في الشامبوهات اللي هي بيكون مجموعات البروتين وكده، ما بيستخدموش شامبوهات قلوية، فبقى سالب. والسالب ده هتلاقي الشعر تقولك انا شعري ناشف، هيشان وتشابك، انا بعد الشامبو شعري نشف وجف، هو نظف. فعشان كده انا بقوم مستخدمه بعديه بلسم على طول. البلسم بيبقى فيه كاتايونيك، مواد موجبه، مكوناته مواد موجبه، بتقوم عامله توازن للي حصل لي ده ونعومه. تمام؟ بيجي حاجه اسمها محايد. المحايد ده مين؟ اللي هو السيروم السيليكوني ده، اسمه محايد. بيعمل بقى ايه؟ حمايه بقى للشعرايه، ما يخليهاش تلم بقى ايه، تقعد تجمع لي شحنات موجبه لا شحنات سالبه، زي سلك الكهرباء اللي ماشي كده في الجو. انا بعد ما بخلص سلك الكهرباء ويخلصوا كل حاجه والموجب والسالب، بيقوموا حاطين عليه طبقه من عازله كده من البلاستيك او حاجه، علشان بقى ايه، خلاص انا بقفل كده الكهرباء بتاعتي، لا يدي يجمع موجب ولا عادي يجمع سالب والدنيا تظبط معايا. بصوا كل شعرايه تخيلوا ان هي زي السلك كده عليه شحنه سالبه، لما بنقرب منها حاجات سالبه بتهيش، لما اقرب منها حاجات موجبه بتلم، والتغليف بتاعها اللي هو بيكون بالسيروم.
ده بقى بتطبق على المركبات او المكونات اللي احنا بنعملها. انا شعر شايفاه ناشف قدامي وهايش، يبقى انا اخلي مكوناتي فيها حاجه ايه موجبه. عايزه استخدم حاجه تمنع الحراره، تمنع حمايه ليها، استخدم السيرامات. وارجع اقول لها بقى ايه والله وده فكره ونفس الشحنات دي هي نفس فكره اللي يقولوا للناس ايه استخدموا بونيه ساتان، توك ساتان، مخدات ساتان. هو ده الفكره. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومه، واشوفكم بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.